الحقيقة أحد عناصر الرياضة وأحد عناصر كرة القدم هي جماهير، والجماهير وكلنا متفقين بيبقى ليها طقوس في المباريات، في عداء بين الجماهير وبين بعضها. ظهر على مستوى التكنولوجيا دلوقتي في مواقع الإنترنت. كان في قبل المباراة بعض المشاغبات بين الجماهير، لكن سؤالي عن علاقة الجماهير باللاعبين، ويمكن سؤالي ده هيوجه لكابتن أحمد حسن، لأنه مر بجماهير مختلفة بدءا من الإسماعيلي مرورا بتركيا ببلجيكا الأهلي وحاليا الزمالك. الحقيقة يا كابتن أحمد، يعني أنت عارف قيمة الجمهور، وساعات بنقول لعيب رقم 12، وفي بعض الأحيان هو اللعيب رقم 1 اللي هو بيدفع بالفريق. العلاقة دي أنت شايفها إزاي، وإيه تأثيرها السلبي في المرحلة اللي فاتت؟ وهل ممكن يكون تداعيات الأحداث جزء من الأسباب اللي لغاية دلوقتي ما عندناش داتا كاملة؟ الدكتور عفت قال أسباب، المهندس شريف قال أسباب، إنما العنصر الفعال هو الجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الأول أهني في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة الإسلامية كلها، لأن احنا حتى ناسين يمكن إن اليوم ده هو اللي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن برضه من ضمن الأسباب هو البعد عن الدين. يعني ده أعتقد إن هو ده، يعني زي ما هاخد الجزئية اللي قالها الدكتور عفت، إن احنا المشكلة مش مشكلة غياب أمن، ولا مشكلة فعلا في غياب الأخلاق، لأني أعتقد إن هي دي سبب كل الكوارث اللي احنا فيها دلوقتي. نقدم طبعا تعزينا لكل أهالي، طبعا إخواتنا اللي راحوا في بورسعيد، وربنا يصبرهم إن شاء الله ويجعل كده مساوهم الجنة. ولكن في انفلات أخلاقي، ده كلام مظبوط جدا جدا جدا. ان النهارده قبل كده كان ممكن يبقى في ماتشات كتير ما بيبقاش فيها نفس التأمين اللي موجود دلوقتي، ولكن الناس سلوكيا بتلتزم لان السلوك ده مهم. انما عنصر الجمهور ده اكيد مليون المية، ده يعني عنصر هام جدا جدا بالنسبة لينا كلعيبة في كل مكان لعبت فيه. اعتقد ان هو عصب كرة القدم النهارده في العالم كله هو الجماهير. طبعا ده اساس كرة القدم، طبعا هي الجماهير، لان احنا للاسف هنا في جزء مهم هو اللي حول حالة الشحن المعنوية دي، وهو الإعلام. وفي الإعلام الرياضي، والإعلام دلوقتي بقى التوك شو اللي موجود، إن يوصل للناس لدرجات شحن يعني صعبة بين الأندية وبين بعضيها، وبين الجماهير وبين بعضيها. وللأسف إن إحنا كمان بنستخدم التكنولوجيا بشكل خاطئ بعض أوقات. يعني النهارده مثلا في حاجات كتير الغرب أو الأوروبيين بيستخدموها بشكل هم يستفيدوا منها، احنا بنستخدمها بشكل تضرنا. فانا بقول ان كان وانت كابتن موجود في القنوات، وتبقى موجود في قناه النادي الاهلي، وبتشوف بعض اوقات ان بيبقى فيه يعني تهييج بشكل ملوش اي داعي. يعني النهارده الاهلي رايح يلعب مباراه ضد الاسماعيلي، او رايح يلعب مباراه ضد المصري، او الزمالك رايح يلعب مباراه ضد الاسماعيلي او المصري، بيحصل نوع من انواع الشحن اللي ملوش اي لازمه خالص. هم هنا لان الاعلام بقى سلعه دلوقتي، ما بقاش الاعلام زي الاول ان حاجه هادفه بوصلها للناس او بوصل بيها رساله للناس. هم سلعوها، يعني بقت سلعه اللي هو انا اقدر اجذب الناس ازاي. مش مهم بقى ان انا احرق بلد، اولع بلد، اتسبب في مشكله بين جماهير وبين بعضيها، او بين شعب وبين بعضيه. مش مهم، المهم ان انا اقدر اجذب اكبر جزء من الاعلانات واكبر جزء من المشاهدين. هو ده بقى الهدف. فده تسبب طبعا في كل الاحداث اللي احنا كنا بنقولها دي، في الاحداث اللي حصلت، وتسبب في شحن الجماهير بينها وبين بعضيها. وان الجماهير ده بيكتب يافطه فده بيجيبها، ده بيكتب مش عارف ايه. المفروض ان حتى التصوير يبقى جوه الملعب بس، انا ماليش دعوه بالناس اللي هم المشجعين. انما طبعا المشجعين طبعا يعني لا غنى عنهم. انا كنت موجود في تركيا، مفيش على فكره امن بيبقى موجود، يعني مفيش الامن اللي هو زي هنا هو اللي بيامن. الامن هناك يا دكتور يعني شركات امن، مش قوات او داخليه او داخليه او كده. هي بتبقى بس الناس هناك في التزام منها، في التزام ان هي هتستمتع بكره قدم.
وهتستمتع بلعبه بيشجع الناس وبيشجع جمهوره وبيشجع. وتركيا صعبه زي مصر، يعني تركيا من البلاد اللي هي هم عناف في تشجيعهم، عناف في طريقتهم، ولكن هو راجل عارف انا رايح استمتع بمباريات كره قدم، رايح اشاهد مباريات كره قدم، ما بخرجش خارج الاطار ده. فهو ده اللي احنا كنا بنتمناه، هو ده اللي احنا بنطلبه. اللي انا شايف ان شاء الله باذن الله يا رب يكون ده، ان ناخد من الحدث ده ان نفوق ونرجع تاني، الشعب المصري يرجع تاني في تلاحم، الشعب المصري يبقى فيه وعي. ودي يعني حدث زي ده او صدمه زي دي اللي احنا فوقنا عليها، ان اتفوقنا ان احنا نرجع تاني ناخد بالنا من الكلام اللي قاله الدكتور عفت، ان نشوف مين اللي ورا كل اللي بيحصل ده. لاني حتى امبارح لما ناس كتير يمكن في بعض البرامج وانا عملت مداخله، ناس كتير فين اللعيبه؟ واللعيبه المفروض تنزل تكلم الناس اللي موجودين في محمد محمود وفين صعب وننزل يكلموا الالتراس. لا يا دكتور مش كده، هم قصدهم الالتراس. وانا كنت عارف ان الالتراس كانوا موجودين في العزا بتاع اخواتهم اللي كانوا موجودين هنا، التراس اهلي والتراس الزمالك اللي كانوا موجودين في التحقيق دول مين؟ فانا حتى لما دخلت في المداخله قلت لهم ننزل نكلم مين؟ فبيقولوا لي الالتراس. قلت لهم الالتراس اعلنوا في بيان ان احنا مش احنا اللي موجودين، واحنا بنستقبل عزا دلوقتي اخواتنا اللي ماتوا في بورسعيد، وان احنا ملناش اي تواجد. طب احنا يعني ليه ليه عمالين ندور على ناس نشيلها اي مشكله وخلاص؟ فهم الناس ما كانوش متواجدين. ننزل نكلم مين بقى الناس اللي متواجدين دول، ومين اصحاب المصالح ان الناس دي تبقى متواجده، وان الناس دي تهدم البلد بتاعتنا. فآن الاوان ان احنا نستغل الحدث ده، ان احنا نرجع نتجمع تاني، ان احنا نرجع لخلقنا تاني، ان احنا نرجع للتسامح والتحاب. ان الشعب المصري لما كان بتحصل ازمه كلنا بنبقى ايد واحده، فاحنا دلوقتي في ازمه، فعايزين نرجع تاني نبقى ايد واحده وناخد بالنا ونفوق. احنا يا احمد يعني خليني اقول لك زكريا، احنا بندفع ثمن الصراع للحصول على كيكه من مصر. يعني انا في رايي ان القوى اللي النهارده بتحرك هذه الاحداث هي القوى اللي حست انها لم تستفيد من الوضع الجديد بتاع الثوره، وبالتالي احساسهم انهم ما استفادوش زي غيرهم، لان هم بيعتبروا ان البعض النهارده قفز على هذه الثوره واستفاد وبقى النهارده له كيان وقوه واغلبيه. هم النهارده يبحثوا لنفسهم عن دور، وانا اعتقد ان هم بيكرروا نفس المشوار اللي بدأ في 25 يناير. لان لو نرجع بالاحداث 25 يناير كان كل الطلبات تختلف تماما عن ما جاء بعدها باسابيع، وقلنا ان الثوره اكتملت، كانت مجرد طلبات، مجرد رفع الظلم، مجرد ان احنا عايزين نقول ان الاوان ان احنا نحافظ على قيمه الانسان المصري، ان الاوان ان احنا نشيل الخوف ونشيل حاجات كتيره كانت موجوده. ولكن هم النهارده انا اعتقد هذا الصراع هو صراع احساسهم انهم ما خدوش اللي اخدوا غيرهم نتيجه انه قفز على هذه الثوره، وبالتالي احنا اللي بندفع الثمن. عشان كده انا بقول لكل اهلنا في مصر لازم الاغلبيه الصامته، لازم يبقى لنا دور. ما عادش ينفع ان احنا نتفرج على ده وده، لان كل واحد فيهم في النهايه بيبحث عن المصلحه الشخصيه ولا يبحث عن مصر. بس يا دكتور حضرتك هو النهارده مش الشعب هو اللي اختار الناس اللي هم شايفين ان هم قفزوا، الشعب هو اللي اختارهم. لا والله انا مختلف معاكم. يعني لو نعيد الانتخابات اليومين دول الوضع كله يتغير، لان اعتقد ان الناس كلها النهارده تفهمت قبول لا احنا نحترم قضيه الشعب طالما الشعب احنا بنقول ايه في ظل الظروف السابقه وفي ظل كل ما يعني اوتي من اخبار عن طريق الاعلام، لان الاعلام لعب دور، مع احترامي للاعلام، لعب دور كبير جدا في انه يعني جسم الامور وكبر فصائل بعينها، وبالتالي الشعب التف وتصور ان هذه الفصائل هي القادره على انقاذ مصر. يعني انا عايز اقول لحضراتكم النهارده احنا في مشكله كبيره، احنا ما سمعناش النهارده اي فصيل كلمني على الحلول اللي ممكن. احنا سيبنا قضيه الانتاج وقضيه الاقتصاد وقضيه البطاله وقضيه العشوائيات، والنهارده الصراع كله مين يمسك لجنه ايه ومين يعمل ايه ومين مع مين، كلام كله بعيد عن الواقع وبعيد عن يعني احتياجات الشعب الحقيقيه. كلمه اخيره يا باشمهندس. والله لا، انا بالنسبه لتعليقي على التجربه والانتخابات، انا شايف ان احنا لسه مجلس الشعب ما خدش الفرصه بتكوينه الجديد بالتوليفه اللي هي موجوده، لازم ياخد الفرصه
وهنشوف المحك الاساسي في الفتره القادمه في تشريعات. لسه الناس ما قعدتش على الكراسي زي ما بيقولوا، وجت الكارثه دي عملت لهم هزه اكيد. بس هنشوف التجربه هي هتقدر تحكم. احنا لسه في اوائل سنوات الديمقراطيه. انا بس بوجه لشعب بورسعيد وجماهير بورسعيد، اعتقد هم قادرين اكتر من اي لجنه تقصي حقائق انهم يطلعوا الناس اللي عملوا الاحداث دي، وهم اللي عشان يعني اكيد شعب بورسعيد عارف، في بعض منهم عارف مين اللي حرك الناس دول. ولان شعب بورسعيد بدل ما هتلتصق بيه صفه الكفاح وكده، هتفضل دي وصمه عار اذا لم يطلع الفئه اللي هو لا يتعدوا 0.5% مثلا اللي هم عملوا الكلام ده. فده دور شعب بورسعيد وجمهور بورسعيد ان هو يقدم الدليل والناس دول للجنه تقصي الحقائق او النيابه، علشان ما يفضلش الكلام ده نتكلم الى ما لا نهايه. انا متاكد وكل ثقه الحقيقه هتبان، وكل واحد هياخد حقه، سواء الشهداء واهاليهم او القصاص من الجناة الحقيقيين. قبل ما نروح لتقرير مهم جدا هنشوفه، اسمحوا لي اشكر طبعا المهندس شريف حبيب على تشريفه وتقديم العزاء. بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. كما اشكر الدكتور عفت السادات رئيس نادي الاتحاد، شكرا جزيلا. هنشوف تقرير مهم قوي، لان احنا في الفقره دي عايزين نوصل للحقيقه. انما قبل ما نشوف رصد لبعض الوقائع والحقائق اللي حصلت قبل المباراه واثناءها، علشان نقدر نساعد كاعلام ايجابي ان احنا نظهر الحقيقه، نشوف عزاء بعض اللاعبين، وطبعا الكابتن احمد حسن مكمل معانا وباقي الضيوف.